السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. فيديو النهاردة هنعمل فيه دبابيس الفراخ زي ما انتوا شايفين. دي كانت النتيجة النهائية، كانت اخر حاجة لما طلعتها من الفرن. كانت حاجة كده يا بنات، بسم الله ما شاء الله، تحفة ودايبة دايبة جدا ومستوية وطعمها ونكهتها رهيبة. هنعمل النهاردة دبابيس الفراخ مشوية زي انتوا شايفين كده في الفرن بطريقة سهلة جدا. بصوا يا بنات، دايبة جدا ومستوية حلوة اوي. اول حاجة بجهزها معايا دبابيس الفراخ وغسلهم غسلة كويسة، غسلهم بالخل والليمون والملح والدقيق، وبنقعهم شوية وبشطفهم شطفة كويسة. وبعد كده قبل ما احط التتبيلة واجهز التتبيلة، انا هاخد الدبابيس وافتحهم عشان التتبيلة اللي انا هعملها تبقى في الدبوس، يعني في الدبوس كله متطعمة بيه كله طعمه. بسم الله، بفتح كده فتحتين في الدبوس عشان تشرب من التتبيلة كلها اللي انا هعملها له. وفتحت كده الدبوس كلها، الدبوس كلها خلاص فتحتها. هنزل عليها بالتتبيلة بتاعتي، رشة ملح ابيض ورشة فلفل اسود وتوم باودر ومعلقة بصل باودر ومعلقة بابريكا ومعلقة كركم ومعلقة صلصة طماطم عشان تعزز لي اللون بتاعها، ومعلقة زيت. وكل التتبيلة دي هدعكها كويس جدا في الدبابيس. وحطيت معلقة 7 بهارات وورق لورا، بدعكها كويس جدا كده وادخل التتبيلة في مكان ما انا فتحت الدبابيس عشان تطعم، يبقى طعمها كله بالتتبيلة اللي انا عملتها. عايزة تسيبيها في التلاجة من نص ساعة لساعتين تمام. لو انتي مستعجلة عليها بجهز لها الصينية اللي انا هنزل عليها فيها. قطعت بصلتين كده متوسطين شرايح مدورة، وطماطميتين نفس الطريقة تقطيع البصل قطعت بيه الطماطم، ونزلتها كفرشة في الصينية وانزل عليها بالدبابيس اللي انا لسه متبلاها. وادي كده رصيت الدبابيس في الصينية، وبقية التتبيلة اللي في الطبق بنزل على وش الدبابيس. عايزة اقول لكم الطريقة دي لما تيجي تعملوها هتعملوها على طول، لانها ما شاء الله هتديها طعم جميل جدا. وبقية التتبيلة نزلت بيها ونص كوباية مية نزلتها في قلب الصينية. كان الفرن سخن وجاهز، وحطيت صينية الدبابيس في الفرن. وادي كده تمام معايا، وحطيتها في الفرن. وبعد ما استوت وتابعتها، وده كان شكلها النهائي. عايزه اقول لكم ريحتها كانت قلب الشقه، ما شاء الله اللهم بارك. الطريقه دي تحفه جدا، والدبابيس كانت شاربه من التتبيله وكانت مستويه كويس قوي.
وعايزة اقول لكم الصوص اللي نازل من الدبابيس بالبصل والطماطم كان حاجة كده رهيب. وبألف هنا، استنوني الفيديو الجديد.